هو صحيح اليوستفندي ابن عم البرتقال؟ نفس الشكل الأصفر الجميل والطعم قريب، بس الأولاني قشرته خفيفة وبيتقشر بسرعة، والتاني قشرته شديدة ومش بيتقشر بسهولة. كلنا عارفين إن أحمد عرابي باشا زعيم الثورة العربية هو اللي دخل زراعة المانجا الهندي والسنار الهندي لمصر، والأمير أحمد كمال الدين يرجع له الفضل في إدخال المانجا التيمور لمصر. لكن في مهندس زراعي مصري هو اللي دخل اليوسفي لمصر أيام محمد علي باشا. تعالوا نعرف إيه الحكاية. بتقول الحكاية إن يوسف أفندي كان واحد من طلبة البعثة الأولى اللي أرسلها محمد علي باشا لفرنسا سنة 1826، وضمت 44 طالب. وأثناء عودته من فرنسا هبت عاصفة رعدية على السفينة اللي راكب فيها بطريق عودته لمصر، فلجأت السفينة لجزيرة مالطا لغاية لما العاصفة تهدى. وخلال انتظار السفينة في الجزيرة لمح يوسف أفندي شخص صيني ومعاه شجيرات تحمل فاكهة، والمنظر شده وكان الشجرة على وشك أن تثمر، فقرر يوسف أفندي إنه يشتريها من الصين. ولما وقفت السفينة في ميناء الإسكندرية، وكان محمد علي باشا متعود يستقبل كل طالب بعد عودته من بعثته يسأله، حمل المهندس الزراعي وكان الأول في تخصصه بعض ثمار الشجرة إلى قصر الوالي محمد علي، وهناك سأل حاجب الوالي مين هو أحب أولاد محمد علي إليه، وعرف إنه طوسون باشا، وهو قائد الحملة الوهابية عام 1811، ولأنه مات صغير. هنا قال يوسف أفندي للحاجب خلي سلة الفاكهة دي معاك لغاية لما اطلبها منك. ودخل يوسف أفندي للوالي محمد علي وخضع للامتحان أمامه، وبعدها قدم له سلة الفاكهة، فأعجب بيها الوالي وسأله عن اسمها، فرد يوسف اسمها يا أفندينا طوسون باشا. هنا حصلت حاجة غريبة، الوالي محمد علي غضب واتنرفز من نفاق يوسف أفندي، وقال له يعني الراجل الصيني عرف منين ان ابن المحبوب اسمه طوسون؟ وشخط فيه وقال له اسمك ايه يا بلد، يعني يا ولد. فرد المهندس وهو بيترعش اسم يوسف، وهنا قال الوالي ليكن اسمها هو يوسف أفندي. ثم عينه مدير للحدائق، ومنها حدائق قصره في آخر القاهرة شبرا الخيمة، وناظر لمدرسة الزراعة اللي أنشأها محمد علي في مدينة نبروك. دي قصة اليوسف أفندي الشهيرة، واللي ليه الفضل إننا نعرف أهم فاكهة في الشتاء اليوستفندي، واللي حبها المصريين وغنوا لها كمان يا يوستفندي يا ابن عم البرتقال.